لو ما شفتش الفيديو اللي فات من حكاية زانج فروح شوفه الأول. بعدما زانج قتل زعيم الغيلان ومستشار الجيش الإمبراطوري، بيلاحظ إن مفيش حد من عشيرته رجع علشان ياخده، وعلشان كده بيقرر يرجع هو بنفسه. بس وأثناء ما هو ماشي في الطريق بيقول أنا حاسس إن أنا شفت المكان ده قبل كده، فعلا زي ما شبه. المكان ده هو اللي موجود في كتاب سيدة الصقل اللي كسبه في المزاد، ولكن في أقل من الثانية بيتم الهجوم عليه، بس بيقدر يصدها بصعوبة، وبيتضح إن هم دول أحد الأفراد العائلات السبعة. الراجل ده ساعتها بيقول له أنت إيه اللي جابك لأراضي عائلة يو المحرمة؟ ما تقولش انك جاي علشان تفتح الكنز معانا. صاحبه بيقول الله يخرب بيتك، انت كده فضحتنا يا غبي. زانج بعد الكلمة دي تأكد ان في كنز موجود هنا فعلا، وعلشان كده بيخلص عليهم قبل ما يفكروا حتى. بعدها بيفضل مكمل في طريقه لحد ما بيوصل لقصر الملك الخالد، بس قبل ما بيدخل بيلبس القناع ده علشان ما حدش يعرف هويته. هو فعلا اول ما دخل بيتم استهدافه من مختل العائلات السبعة، بيحاطوا بالضباب بعدها وبيهجم عليه، ولكن بيتضح ان ده ظل وده اللي صدم زانج ساعتها. الواد كان عمال يشرد فوق يختفي بسرعة البرقة وهو ولا شغله، بس سرعان ما زانج بيوقف المهزله ديت وبيقتله في لمح البصر. الكل بعدها انصدم مكانه، لكن في الوقت ده بيدخل احد قادة العائلات السبعة. زانج اول ما استشعر هالته اترعب جامد، بس بقى في اللحظه دي بيتم فتح باب قصر الملك الخالد، والبنت دي بتقول له انسى الواد ده دلوقتي، لما يدخل لجوه هنتعامل معاه احنا. بالفعل بيدخلوا كلهم بيتسابوا على مين اللي هيوصل، ولكن هنا كانت الصدمه. سمكه عملاقه اكلت الشخص ده والكل اترعب مكانه، بينما باقي الزعماء بيطيروا وسابوهم في المجزره ديت. ساعتها زانج بيحضر هنا وبيقول لهم وسع لي يلا انت وهو. في ثواني كانوا قدام المعبد واي حاجه بتقابله بيفاديها ببراعه. لا جامد. بعدها بقى البنت دي بتقول لهم مين اللي يقدر يحل المصفوفه ديت، فزانج بيقول لها انا قرات حلها في كتاب سيدة الصقل. القائد بيقول له انت تاني، ولكن المره دي البنت هي اللي بتوقفه. فعلا بيبداوا في حل المصفوفه مع بعض، وهنا كانت المفاجاه، واحد بس اللي هيبقى للحصول على الكنز النهائي. القائد بيقول لهم اكيد دي خدعه الشاب المقنع، ولكن هوبا احلى غدره دي ولا ايه؟ الكل بدا يقتل في التاني، ده حتى الاخوات بيعملوا اوسخ من كده. الواد بيقول له انت ازاي تعملها؟ بيقول له اخوه وكلام فاضي ايه يلا، واحد بس اللي هيفضل وانا اللي هكون هو. بعدها بيهجم على زانج واللي كان هيقتله، ولكن بيلحق نفسه، بيشيل بعدها بإبرة الروح المميتة، وباستخدام النسر اللي سيطر عليه في المعركة بيخلص عليه تماما. ووقتها المصفوفة كان بدأت تتحل هنا، بيطلع منها الشخص ده وبيقول اخيرا بعد 3000 سنة قدر واحد يوصل لي، انا هو افو خادم القصر الخالد ده. زانج بيقول له خير يا عمنا فو، بيقول له انت هتواجه شوية تحديات، ولو كسبتها هتبقى سيد القصر ده، ولكن بقى لو فشلت فهستخرج روحك واحطها في دمية علشان تبقى زيي. زانج فعلا بيطلع السلمة ورا التانية، ولكن بيقع متكهرب هنا، بس سرعان ما بيستعاد قوته وبيطلع السلم تاني. يا دوب بيعدي السلم المتكهرب علشان يلاقي سلم مشتعل متفحم قدامه. الواد بيولع هنا، ولكن بيستغرب انه ما بيحصلوش اي حاجة، بيقول معقولة يبقى ده كله وهم في وهم. بالفعل بيطلع السلم وبيقدر يعديه بكل سهولة، ولكن هنا كانت المفاجأة. بيشوف ابوه قدامه والواد دموعه بدأت تنزل بكثرة. ابوه بيقول له تعالى معايا، والصدمة ان زانج كان هيقع هنا، ولكن سرعان ما استعاد وعيه وقال له انا عارف انك وهم مش اكتر. بيوصل بعدها لنهاية السلم وفوق بيقول له مبروك على اجتيازك الاختبار، انت دلوقتي اصبحت الملك المؤقت لقصر الخالد، وده لان عشان تمتلك القصر بالكامل لازم تجتاز اختبارات اكتر وحشية، وطبعا مع مستواك الحالي مش هتقدر تكملها، بس ما تقلقش يا عمي بامكانك الحصول على صور التأمل. زانج بيقول له ايه فايدتها، ولكن بيقول له هتعرف كل حاجة في وقتها. بيقول له اذا كان كده فهختار الصورة الخامسة. فو بيقول له لا جامد، صورة الكون هي الصورة الافضل من بين الصور الخمسة. زانج بيسعد جامد، ولكن فو بيقول له ما تفرحش قوي كده، في مستويات لازم تعديها الاول. وبالفعل بياخد الاول مستوى، وكان المطلوب منه كالاتي يخلص على المحارب ده واللي كان خصم لا يستهان بيه. وفعلا بعد محاولات كتيرة زانج بيقدر يخلص عليه عن طريق الغدر. المهم فو بيقول له مبروك يا عمي، انت كده حصلت على خريطة الكون، ودلوقتي ممكن تجربها لو عاوز. زانج فعلا بيعمل كده، وفي اليوم التاني عند معلمته سو بتبقى مستغربة هو ليه مرجعش لحد دلوقتي، ولكن بتيجي البنت كيان هنا وبتقول لها هو المفروض زمانه جاي حالا. من ناحية اخرى وعند امير عائلة زوغية فينج، خادمته بتقول له الشاب اللي اسمه زانج قتل مستشارنا. فينج اتعصب جامد، قال لها اذا كان كده يلا نستناه عند طائفة السحابة الزرقاء. نرجع بقى لزانج واللي كان بدأ في اكتشاف القوى الحقيقية لخريطة الكون النهائية، وكمان طاقته الشيطانية بدأت في الاندماج مع طاقة النجوم اللي حصل عليها، ولكن ده الموضوع بيتطور معاه الاختراق. وفو بيقول له الف مبروك يا عمي، انت كده وصلت لعالم السماء. بس بعدها زانج بيقول له اسف انا مضطر امشي دلوقتي، فبيقول له بس القصر هو انسب مكان تتدرب فيه، انت عاوز تمشي ليه؟ بيقول له علشان في امور محتاجه اهتم بيها. فو بيفهم عليه واداله الشاره ديت، بيقول له لو حبيت تيجي هنا تاني استخدم الشاره اللي اديتها لك. وبعدها زانج سابه ومشى، ولكن لما بيرجع لطائفه السحابه الزرقاء الحراس دول بيوقفوه وبيقولوا له انت لازم تيجي معانا الاول. بياخدوه بعدها على المحكمه ورئيسها بيقول له يلا اركع قدامي. فزانج بيقول له انت مين علشان اعمل كده؟ الرئيس بيتعصب منه وبيقول له انت تواطأت مع عشيره الشياطين وقتلت تلاميذ من
عائله زوغيه. زانج بقى بيقول له انت عاوز توصل لايه في الاخر؟ الرئيس بيتعصب اكتر وبيامر الجنود بقتله، ولكن مفيش اي حاجه بتاثر على زانج وده اللي صدمه. بيقول لهم انتوا تعبتوا بالسهوله دي ولا ايه؟ بيفك بعدها نفسه وبيمشي، ولكن الرئيس بيقول له استنى. ووقتها الشاب فينج بيظهر وبيقول له انت ليه بتزعق؟ فبيقول له علشان بيخالف القواعد وعاوز يهرب كمان. زانج بيقول له يعني انت اللي ورا ده كله من البدايه؟ بيقول له ايوه وخلاص وقتك انتهى معايا. بيتختم عليه هنا ولكن بيحرر نفسه وكمان بيصد هجوم فينج المدمر، بس الواد بيرفع الليفل اكتر وهنا كانت الصدمه. زانج بيستحوذ على سيوفه بهالته الشيطانيه وده اللي ما كانش قادر يستوعبه، ولكن ده بيدمجهم مع بعض هنا وعمل منهم سيف ضخم جدا. الواد اتصدم من اللي شافه، هرب قبل ما يفكر وساب خدمته هي اللي تقتله، ولكن زانج بيهزمها بسهوله وبيقول له عرفت قد ايه انت جبان. بيمسكه بعدها وفينج بيقول له اياك تفكر تقتلني، انت بس لو فكرت هتبقى عدو للعيله كلها. زانج بيقول له وانت ايه اللي عرفك؟ لازم نجرب الاول علشان نتاكد من كلامك. وهوب قسموا نصين في مشهد بشع جدا، بس فجاه بيتهجم على زانج وبيحاول يصد بسيفه ولكن مفيش اي حاجه بتاثر. بيقول خلاص ما عادش قدامي اللي هي. بيستخدم قوه النجوم وبوم قدر يصد الهجوم فعلا. وفي الوقت ده المعلمه سوب توصل هي والمعلم لونج، والمعلم لونج بيقول له انت ليه كنت عاوز تقتل زانج؟ بيقول له علشان هو قتل تلاميذنا وخلف قواعد عشيرتنا. المعلمه سوب بتقول له ده تلميذ من قمتي وانا المسؤوله عنه، وبعدين انت ليه عاوز تقتله قبل ما نعرف الحقيقه؟ بيقول لها انا خالد من عشيره السحابه الزرقاء وعندي الحق لقتل اي تلميذ انا عاوزه. اي نعم انت اميره من القصر الامبراطوري ولكن مالكيش حكم عليا. زانج في اللحظه دي بيوقفوا عند حده. بيقول له انت فاكر نفسك مين؟ ولكن بيقول لها مهما عملت هقتل زانج برضه. بتقول له خلاص جرب اعملها وهستخدم عليك الامر السماوي، انت عارف انك حتى لو هربت لابعد نقطه في الارض القصر الملكي مش هيحلك. المعلم بيقول لها خلاص يا ستي اذا كان كده فانا عاوزك تعملي جلسه في المحكمه علشان كل حاجه تمشي قانوني، ولو ما كنتش عاوزه تيجي فسلمي لي زانج وانا هتعامل معاه. المعلمه سو بتقول له عند الظهر هنبقى موجودين زي ما انت عاوز. هو فعلا زانج بقى بيكون واقف في نص القاعه، والغريب انه ما كانش شايف معلمته سو. المحاكمه ساعتها بتبدا والقاضي بيقول له هل انت اللي قتلت زوغيه فينج امبارح؟ بيقول له ايوه عشان كنت بحاول ادافع عن نفسي مش اكتر، ده حتى السيف اللي قتلته بيه كان اساسا سيف طاقته اللي حاول يقتلني بيه. القاضي بيسخر منه وبيقول له انت عاوز تقول انك سرقت طاقه فينج الفطريه؟ زانج بيقول له ايوه بالظبط كده، لو مش مصدقني فانا هثبت لك حالا. بيحط ايده على الختم هنا وفعلا زي ما قال له بيحصل، بس حتى مع ده كان لسه شايفه مذنب علشان قتل فينج من غير اي سبب. بعدها بقى بيحكم عليه بالاعدام الفوري، بس في الوقت ده المعلمه سو بتتدخل وبتقول له حكمك ده ملوش اي لازمه. بيقول لها ملوش اي لازمه ازاي يعني؟ بتوريهم اللي حصل ساعتها والقاضي انصدم مكانه. بيقول لها انا اسف اني ظلمت تلميذك. بتقول له تمام يا عم سامحتك، ولكن ما اعرفش اذا كان زانج هيسامحك ولا لا. بيقول لها على اي حال ده كان خطأ وفعلا بيعتذر من زانج هنا. بعدها بقى بشويه زانج بيشكر معلمته سو، ولكن ده بتتعصب منه هنا. بتقول له انت في كل مره هترجع لي بمشكله ولا ايه؟ ولكن زانج بيقول لها في سؤال محيرني، اختي اتحكم عليها في المكان ده من سنتين وانا بس عاوز اعرف مين هو اللي اتقدم للمحاكمه. بتقول له عائله يون واللي اصدر الحكم كانوا احد الخالدين. الواد بيبقى متعصب جدا، ولكن معلمته سو بتقول له انت لسه ضعيف وعلشان كده يلا نرجع للعشيره علشان ادربك. بالفعل بعدها بيتوجه لاحد الاماكن اللي معلمته سو قالت له عليها، ولكن الحارس ده بيقول له في ناس كتيره جوه ولازم تستنى شويه. زانج فعلا بيستنى بره، وساعتها بيشوف صاحبه مينج هنا، وهو كمان لما شافه بيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ فبيقول له علشان نفس الغرض اللي انت جيت له يا صاحبي. بينزل بعدها بقى البحيره وبيلاقي اسماك وحاجات غريبه تحت جدا، ولكن ده ما كانش شاغله بحاجه، عمال يقتل في الاسماك واللي بره كانوا مصدومين على الاخر. في الوقت ده بيوصل هنا ابن عائله باي واللي تعتبر واحده من العائلات السبعه. الواد ده اول ما شافه بيعرف ان هو جاي علشان ينزل البحيره برضه، ولكن على الناحيه التانيه مينج ما كانش مستلطفه. هو فعلا هين بيقول له انا عاوزك تقول له يخرج حالا، فبيقول له بس وقته لسه ما انتهاش. والواد ساعتها بيطلع سيفه وشكله مش جايبها لبره، ولكن في الوقت ده زانج بيخرج وبيقول له اياك تفكر تيجي جنب صاحبي. هين بعدها بيهدى علشان ما يعرفش مين هو اللي قدامه، وهو بيقول له انت مين؟ ولكن مينج بيقول له انت خفت ولا ايه؟ هين وقتها كان جاب اخره وهجم على زانج هنا، بس خلاص قوته بقت في حته تانيه خالص. الهجوم بيتلغى بالكامل، وبعدها هين بيهجم عليه بسيفه، ولكن زانج بيقدر يفاديه ببراعه. هين وقتها بقى بيقول ما بدهاش، بيستخدم علامته المقدسه وهجم عليه وهوب اخد الطريحه التمام. اما انت عيل اخرك فاضي يلا. مينج بعدها بيجي وبيقول له لا جامد، ما اعرفش انت ازاي لسه ما انضمتش لعشيره السحابه الداخليه. فزانج بيقول له قريب هبقى فيها يا صاحبي. فبيقول له خلاص يا عم مسابقه العشيره قربت انها تبدا اهيت، ولو ما بقتش تلميذ داخلي وشاركت فيها هيبقى شكلك عار جدا. بيقول له ما تخافش يا عم انا هبقى تلميذ داخلي زي ما قلت لك. وبعدها خلص اليوم على كده. تاني يوم المعلم الخالد بيروح لعند معلم السماء الارجواني، واللي وقتها الدنيا اخر روقان معاه على الاخر، بس المعلم الخالد بيقول له خد المفاجاه الكبيره، لو زانج يبقى اخو البنت ليان اللي اتحكم عليها من سنتين. فبيقول له برغم العيله دي صغيره ولكن عندها مواهب كتيره. بيقول له ايوه الواد ده لو عرف حقيقه اللي عملناه في اخته هيقتلنا كلنا، لازم نخلص عليه قبل ما الموضوع
الموضوع يتطور اكتر. بيقول له يا عم روق كده، هو مين علشان يبقى احد العظماء؟ بيقول له بانك كده ما عرفتش اللي حصل، الواد ده وصل لعمق 150 متر في حوض السمك الاسطوري، وكانت هي دي مرته الاولى. المعلم بيقول له خلاص كده مفيش غير حل واحد، مفيش غيرها مسابقه العشيره. المعلم الخالد بيقول له والله وطلعت بتفكر اهوت في اليوم التاني وعند منصه الصقر الطائر. المعلم جونج كان بيسجل اعلى نقطه نط ليها، ولكن في كل مره ما كانش بيجيب الا 30 متر بس، وده كان معصبه جدا. ولكن بعدها سرعان ما زنج وصل وهوبا حطم الرقم القياسي في اول مره ليه. التلاميذ بقى كانوا مصدومين من اللي هم شايفينه، هو اللي هو ايه الجمدان ده كله يا ابني؟ بعدها بياخد المعلم جوانج علشان يتكلموا شويه، وهو بيقول له في حاجه عاوز مساعدتك فيها، الموضوع ده لازم يبقى سر ما بيننا. المعلم جوانج لما شافه اتصدم، ايوه ده جوهر التوسع السماوي اللي زنج عمله. بيقول انا عاوزك تبيع ال 55 قطره دي في المزاد الاول. فبيتصدم مره تانية وبيقول له هو انت لسه عندك تاني ولا ايه؟ بيقول له مش وقت، ولكن اهم حاجه الكلام ده يبقى سر جدا، علشان غالبا لو تم عرضه في مزاد عيلتك هيتم الضغط عليكم من طرف العائلات الاخرى. المعلم جوانج بيقول له ما تخافش من حاجه، ما حدش هيعرف انك صاحب جوهر التوسع السماوي، وغير كده برضه الصفقه دي مربحه بالنسبه لي. ولكن بيقول في نفسه مع ظهور الجوهر ده هيبقى في فوضى في المدينه مره تانية. بعدها بقى زنج بيتوجه لجناح الاسلحه، وده عشان يشتري السيف لان المسابقه قربت انها تبدا. اول ما طلع الدور التاني بيشوف الثلاث سيوف دول قدامه، هو بيجربهم واحد ورا التاني، ولكن بيقول للمسؤول انت ليه مش عاوزني اجرب السيف التالت؟ فبيقول له السيف ده تم صنعه بواسطه تشاو زوي اللي قضى حياته كلها في صقله، ولما انتهى منه صدفته حادثه غير متوقعه وساب وراه وصيه مكتوبه بالدم. فبيقول له طالما هو غير مكتمل فليه عارضينه هنا؟ المسؤول بيقول له بص يا ابني السيف ده قريب من اكتماله ولكنه مقدر للشخص اللي يقدر يصقله. زنج بيقول له خلاص انا هاخده. فبيقول له ما ينفعش الا بقى لو كنت انت الشخص المقدر، انت لو مصر فانا هخليك تقابل الرئيسه لان السيف ده هديه للشخص المقدر. وبالفعل زنج اول ما شافها سرح في جمالها، ولكن ساعتها بيتجاهلها وده اللي خلاها منبهره من روحه العاليه. بتقول له بعدها السيف ده ما حدش يقدر ياخده الا بقى لو خلاه سيف من الدرجه الخالده، وبالنظر لقوتك انت حتى ما عندكش اي نار روحيه، ازاي بقى انت هتصقله؟ بس بقى زنج بيصدمها وبيقول لها النار اللي انت عاوزاها معايا. بتقول له خلاص يا عم خد السيف وشكلك انت الشخص المقدر. بيمشي بعدها والمعلم بيقول له رئيس انت كده تقريبا خالفت القواعد. بتقول له يا عم بص للوقت اللي عدى وشوف كام عبقري ظهروا في المنطقه بتاعتنا من وقتها، انا ما كنتش غلطانه، بالعكس الواد ده في المستقبل عشرته مش هتقدر تستوعب قوته خالص. نرجع بقى لزنج واللي كان رايح علشان يصقل السيف بتاعه، ولكن لما راح التلاميذ دول بيوقفوه، بيقولوا له مش هينفع تدخل علشان بنصقل اسلحتنا دلوقتي. ولكن في الوقت ده فرن الصقل بدا يهز كده وكانه هينفجر. التلميذ ده بعدها بيحاول يعمل اي حاجه، ولكن شكل خلاص الفرن هينفجر. في اللحظه ديت زنج اتدخل وانقذ الوضع كله، بل كمان ساعدهم يصقلوا اسلحتهم. التلميذ ده بيشكره وبيقول له دلوقتي تقدر تستخدم الفرن براحتك. زنج فعلا بيحط السيف بتاعه وباستخدام النار السوداء بيقدر يصقله اخيرا. التلاميذ بقى كانوا مصدومين وبيقولوا له هو انت خلصت ولا ايه؟ بيقول لهم ايوه، ولما طلع بينبعث منه هاله قويه الكل بيقدر يشوفها. بعدها بيسميه سيال الضوء الابيض، والكل انصدم لما عرف ان هو سلاح درجه خالده، لدرجه الاساتذه بتقول له انت ليه معاك سيف قوي زي ده؟ بيقول لهم وايه المشكله مش فاهم يعني. الاساتذه بتقول له مفيش حاجه يا عم، بس تعالى معانا علشان نسجل السيف ده وفقا لقواعد العشيره، يلا قول لنا بقى انت صقلت السيف ده ازاي؟ زانجي بيقول لهم ده سر ومحدش هيعرفه. المعلم بيقول له شكلك كده مش هتيجي بالطريقه السهله. زانجي بعدها بيسحب سيفه وبيقول لهم مش عاوز اعمل لكم مشاكل. فبيقول له انت مين علشان تقاتلنا وحدك؟ بيهجموا عليه في نفس الوقت، ولكن زانجي بيريح الاول، بوم ضربه في الثانيه بينوم التاني هو كمان. بيقول لهم المره دي هسيبكم بمزاجي، لو بس ما كنتوش يا اساتذه في الطائفه لكنت خلصت عليكم، ولكن مش حابه اسبب مشاكل، لكن بقى لو عرفت ان حد اشتكينا هيبقى الثمن حياتكم. الاساتذه بيخافوا وبيقولوا له توبه والله. بعدها بقى بشويه بيروح يقدم في المسابقه، ولكن لما دخلت صدم من التلاميذ اللي شافها. بيقول الشاب اللي قدامه هو لسه الصف ده بالذات في عدد تلاميذ قليله، فبيقول الصف ده متوجه للمستوى الثامن او اعلى، لو ما كنتش قوي كفايه فاقف في الصف الثاني. التلاميذ الخارجيه بقى كانوا شايفينه وبيقولوا هم التلاميذ الخارجيه بقى شايفين نفسهم الايام دي ولا ايه؟ ولكن على الناحيه الثانيه الشاب اللي مع زنجي بيقول له المكان هنا خطير جدا، بص تحتك كده على البلوره ديت، حاله ما صورتك تظهر عليها هيتم استهدافها ولازم تحميها باستخدام سيفك، لو كان سيفك اقل من الفئه المتوسطه هينكسر من اول ضربه. بس الواد اول ما شاف سيفه اتصدم ساعتها. بعدها بقى المسابقه بتبدا وكانوا عاملين شغل عالي الصراحه، بس بلوره الشاب بتتشرخ وقتها وكان فاضل لها تكه وتنكسر بالكامل، ولكن زنجي بيحمسه وبيقول له انت لسه ما خسرتش. الواد فعلا بيكمل لحد الموجه 21، ولكن بلورته بتنكسر في النهايه. بس مع ده بيبقى عاوز يشوف زنجي هيفضل صامد لحد امتى. نرجع بقى لزنجي واللي بيقول الوضع كده مش نافع، انا لازم اصدها باستخدام نيه السيف علشان الموجات اصبحت اكبر. الواد استغرب انه واقف وقال له اتحرك انت كده هتخسر. بس في الوقت ده زنجي بدا يستوعب في كل حركات السيف الاسطوريه، السيف هو كمان بدا يتفاعل معاه
بوم اتكسر الموجة ال100. لا جامد. تيان بعدها بيجي وبيسلم على زانج، والواد اللي معاه ما كانش فاهم اللي بيحصل، بيقول هو ليه تيان اللي عنده شهرة عالية يعرف الشاب ده؟ بس تيان بقى كان متفاجئ من انه بيعرف يستخدم السيف. بيقول له اذا كان كده لازم تتقابل في الطائفة الداخلية علشان ننافس بعضينا. زانج بيقول له قريب كده وبعدها سابه ومشى. بس برضه تيان ما كانش مصدق انه وصل للقوة دي بسرعة. نانتا اللي عند زانج واللي كان عند معلمته سو، هو بتقول له انت عاوز تنضم للطائفة الداخلية علشان تشارك في منافسات العشيرة. بيقول لها ايوه زي ما قلت كده. بتقول له طيب عندنا 7 اماكن في منافسة القمم بكرة، احرص على انك تبقى احد ال7 الاوائل ومالكش دعوة بالباقي. الواد بيبقى سعيد جدا، ولكن معلمته سو كانت عمالة تفكر. بتقول في نفسها زانج مستقبله ده بلا حدود، حتى انه يقدر يساعدنا في قاعة الغيوم وحل المشاكل الداخلية، ولكن حتى مع التقدم ده هيكون الامير المتوج استولى على العرش في السنة الجاية. بعدها في اليوم التاني الطلاب بيكونوا متجمعين علشان يجتازوا الاختبار، وبالفعل بيبداوا هنا. ولكن على الناحية التانية كان في تلميذين مستنيين يشوفوا زانج هيعمل ايه، وبيكونوا قدام الوحوش ديت. بوم خلص على المستوى الاول والتاني والتالت وما حدش عارف يصد قصاده. الكل بقى كان شايف ده وما حدش مصدق. ولكن على الناحية التانية معلمته سو كانت شعرانة بالاسف على انها مش هتقدر تشوف مسابقاته الجاية. المهم زانج بياخد المركز الاول، وده اللي محدش توقعه تماما. بينضم بعدها للطائفة الداخلية، وهنا بيقول معلمته سو مشت من غير ما تودعني حتى، اكيد في حاجة بتحصل في القصر الملكي، انا لازم ازود قوتي قبل المنافسات علشان انقذ اختي والاقي معلمته سو. وفعلا هو ده اللي بيعمله، بيقعد يتدرب طول الليل ولكن ما بيعرفش يتحكم في قوته، بيدمر المكان بالكامل. الواد بيبقى في نص هدومه، ولكن في الوقت ده صاحبه جين كان جيل عنده. زانج اول ما شافه بيقول له فينك يا عم الفترة دي كلها، ولكن جين بيقول له يا عم انت دلوقتي رقم 1 في الطائفة الداخلية، وبصراحة اخونا زويان كان عاوز يتكلم معاك بشأن منافسات القمم. زانج بيقول له هو عاوز يختبر قوتي ولا ايه؟ بيقول له لا يا عم ما تفكرش فيه كده. وعلى الناحية التانية بقى التلاميذ ما كانش عاجبهم اللي زويان بيعمله. بيقول لهم انا بس استدعيته علشان نكلمه في منافسة القمم لا اكتر. واحد من التلاميذ بيرد عليه وقتها وبيقول له هو عمل ايه علشان يستحق يقعد معانا؟ بيقول له خلاص الموضوع انتهى، اهم حاجة هي منافسة القمم، لو ما كنتش شايف زانج بفايدة ما كنتش استدعيته. بعدها بقى زانج بيدخل وزيان بيعرفه بنفسه، وبيقول له اول حاجة مبروك على انك انضميت للطائفة الداخلية، دي مرتك الاولى اللي هتشارك في المنافسة، وعلشان كده خلينا افهمك الوضع ببساطة. بس الطالب ده بيقول له تفهم ايه يا عم انت؟ القمم التانية عندها طلاب اقوياء جدا واحنا ولا حاجة. زويان بيقول له هو ايوه ولكن لسه عندنا فرصة. زانج هنا بيقول لهم هو ايه مدى قوة الطلاب التانية؟ بيقول له كبيرة جدا، اقل واحد فيهم في مستوى العالم السماوي، دي تبقى معجزة بحد ذاتها لو اخدنا المركز ال100. زانج بيقول له انت كمان مش متأكد؟ والواد بيقول له ايوه. بيقول بقى على كده ازاي اختي حصلت على المركز التاني في المسابقة ديت؟ على كده قوتها بقت عاملة ازاي يا ترى؟ بعدها بيكلم زيان وبيقول له هي ايه الجوائز اللي هناخدها؟ بيقول له المركز الاول هياخد حبة اسطورية، ودي مهمة جدا للشخص علشان يخترق عالم الكريستال، واما عن الثلاثة التانيين هيكون عندهم فرصة للانضمام لقاعة الغيوم. الواد اول ما سمع سيرة قاعة الغيوم بيقول ايوه هو ده اللي انا محتاجه، لو دخلت القاعة دي فهقدر اساعد معلمتي سو. زويان بيقول له ما تقولش انك عاوز تدخل القاعة ديت. فزانج بيقول له ايه المانع؟ بيقول له عشان هدفنا نوصل لاول 100 في الترتيب، ركز في اللي قلته كويس. وبعدها خلص الاجتماع على كده، ولكن زانج بيقول اختي حصلت على المركز التاني بدون اي مساعدة ورفعت قمتها كمان، ازاي اخسر قدامها؟ في اليوم التاني بيبقى ماسك خريطة الكون، ولكن مرة واحدة بيحس بالدوخة. بوم فجأة بيلاقي نفسه قدام الشمس، والواد ما كانش قادر يفتح عينه. بيجرب ينتقل للقمر ولكن برضه ما كانش مستوعب اللي بيحصل. في الوقت ده واحد بيخبط عليه وبيقول له النهارده هو يوم مسابقة القمم، بما ان المعلمة سوف اجازة فانا هكون المعلم لقمة الندى. وبالفعل بعدها بيروحوا لمكان المسابقة، ولكن لما زانج شاف رئيس العشيرة ما كانش مصدق هالته الطاغية. المهم في الوقت ده بيعلن عن بدء منافسات القمم، والمعلم ده بيوزع الورق على كل قمة. زويان اول ما مسك الورقة اتصدم، بيقول يا حلاوة، خصم زانج الاول هو شو اللي في عالم السماء التاسع، واما بالنسبة لخصمي فهو هايمنج سيد التشكيلات. المهم بعدها بقى الدفعة الاولى بتدخل الحلبة، ولكن لما شافوا زانج قعدوا يستهزئوا، بيقولوا طالبي ده اللي في المستوى السماوي التاني هيقتلنا. لكن في الوقت ده زانج بقى بيدخل الحلبة وشو كان في اقصى سعادته، بيقولوا ضعيف زيك ازاي يجي هنا؟ لكن زانج ما بيهتمش، شو بيثبته بتقنية الظل. ساعتها بيهجم بعدها عليه، ولكن هو ده هيوقف زانج يا صديقي؟ لا والله. بيصده هنا وشو اتصدم من قوته العالية. الواد بيهجم عليه بكل براعة، وزانج شغال يفاديه بكل براعة. ما حدش من اللي بره اصلا كان مصدق العظمة اللي بيعملها. بعدها المشهد بينتقل للبنت ديت، واللي بتقول لاخوها باين انت ايه رايك في الواد ده؟ بيقول لها واضح انه بيتدرب على تقنيات فريدة جدا. ايوه هو جسمه اقوى مني ولكنه لا شيء قدامنا. بتقول له الواد ده قوي بصورة مش طبيعية لدرجة اني عاوز اخرمه علشان اشوف ايه اللي جواه. نرجع بقى لشو اللي كان شغال هاتك يا ضرب من غير اي فايدة، وهو بيقول ساعتها الوضع كده مش نافع، انا لازم افنش بسرعة قبل ما استنزف قوتي. بيستخدم اخر ورقاته الرابحة وبيقول له يلا تعالى
وريني قوتك، انت مهما عملت الدرع ده مش هيتأثر ابدا. ولكن هي ضربة واحدة زنج فشخ الواقع. الواد ما كانش مصدق وبيقول القوة المرعبة ديت، انا فعلا من البداية كنت بقيت الوحش كاسح مش انسان عادي. ضم الضربة القاضية هيلبسها، ولكن بيستسلم في اللحظات الاخيرة. فريق زنج بعدها بيحييه وبيقول له عاش يا بطل. بينما على الجانب الاخر المعلم ده بيقول ما توقعتش ان اشهر شخص عنده الامكانيات ديت. تياو خصمك الجاي هو لوزانج، ما تخزنش بقى يا بطل. بيقول له ما تقلقش هخليه مرمي على الارض قدامك. بعدها بقى زيان بيتقدم لدوره والمعلم وين كان مرعوب جدا. بيقول خصم زيان هو هاي مينج سيد التشكيلات المطلقه. اسياد التشكيلات قوتهم مرعبه جدا، فمثلا عندهم تشكيله اعلام بتزيد قوتهم باستمرار. نرجع بقى لزيان واللي بيهجم على هاي من غير اي تفكير وبيكسر العلم بتاعه هنا، ولكن بيتضح ان ده فخ عاملهوله. الواد اتصدم مكانه. هاي بعدها بيفعل عليه تشكيله الوهم الثلاثيه وبيقول له يلا قابل. بس حتى مع ده زيان ما بيستسلمش خالص، بيستخدم كل قوته والواد ما عادش شايف قدامه. في الوقت ده هاي بيتسلل من ظهره خلاص هي دي نهايته، ولكن زيان كان عنده ردة فعل قوية وبيقدر يبعده في اللحظات الأخيرة. بعدها بينقض عليه بشراسة والواد بقى مش فاهم هو ازاي قدر يحدد مكانه. بيقولها كده عرفني من نية القتل بتاعتي. هاي هو كمان بيرفع مستواه ضربة ورا التانية. طريق السلام انت. الواد حرفيا قوته في حتة تانية خالص. المعلم وين ما بيقدرش يمسك نفسه وبيقول له احنا بنستسلم، ولكن هاي بيقول له ما ينفعش تنسحب بالنيابة عنه. المعلم وين بيقول له صدقني هتندم على اللي عملته. ووقتها بتدخل معلمة قمة جيت شانج وبتقول له هل في حاجة عاوز تقولها؟ المعلم وين ما بيردش عليها، ولكن معلمة هاي بتقول له بعدها ما تستخدمش تشكيلة الكريستال قدام الحسالة دولت. المهم زيان كان متعب هنا، ولكن زنجي بيقول للمعلم وين اديله الحبة ديت. المعلم اتصدم لانه متوقعش ان زنجي يبقى غني للدرجة دي. بيديها له فعلا، وبعدها زيان بيقول لهم اسف اني خذلتكم، انا كده مش هعرف اكمل القتال النهارده. فزنجي بيقول له ولا يهمك يا صاحبي، انا هخلي تلاميذ قمة جيت شانج يدفعوا الثمن غالي. بتبدا بعدها الجولة الثالثة واللي كان عليه الدور هو تيان. زنجي بقى كان متحمس علشان يشوف قتاله، ولكن معلمه بيقول له الواد ده قبل كده هزم شخص في عالم الكريستال، لو قابلته انسحب فورا. فزنجي بيقول له تمام يا عم الناس. نرجع بقى لتيان واللي ساعتها شوب بيقول له ما تسحب سيفك يلا. تيان قال له قصادك انت بالذات مش هحتاجه. الواد اتعصب وهجم عليه، ولكن في ثواني كان اختفى وبوم طير السيف من ايده. الواد بعدها اترعب جامد وقال انا استسلمت يا عم خلاص، وكده يعتبر تيان هو اللي فاز في الجوله. بينما على الجانب الاخر اللي كان عليه الدور المره دي هو زنجي وسط تياو. المعلم ده بيستفز المعلم وينه وبيقول لهم حالتكم ميؤوسه جدا يا صاحبي، مبين كده مؤخره الترتيب هتفضل مكتوبه باسمكم كل سنه. المهم بعدها تياو بيستعرض نفسه قدام زنجا وبيقول له ههزمك بثلاث حركات بس يا عمي. بيقول له طيب ولو ما عرفتش ايه اللي هيحصل يعني؟ بيقول له ساعتها هنسحب من الجوله ديت، يلا بقى اسحب سيفك. بيقول له بس ايدي هي سلاحي. والواد بيهجم عليه باحدى تقنياته ولكن بيفاديها ببراعه. تياو بقى بيضاعف الهجوم مره تانية وبيقول له وريني هتتعامل بقى ازاي. بس على طول زنجي بيجمع هالته في ايده وبوم محى تقنيته بالكامل. بيقول له كده فاضل لك هجمه واحده. الكل بقى كان مذهول من اللي بيحصل، ولكن تياو بيقول انا كده مضطر استخدم ورقه الرابحه. بيهجم عليه بهاله سيفه الشيطانيه، ولكن ده ما كانش حاجه قصاد قوه زنجي المرعبه. في ثواني كانوا قدامه وبوم طيره لورا. بيقول له دي كانت هجمتك الثالثه وكده انت خسرت على كلامك. بعدها المعلم وين بيستفز معلم قمتهم وبيقول له انت ما كنتش حاضر الاتفاق ولا ايه؟ انا ما توقعتش ان قمتكم بالندهاله ديت. التلاميذ هم كمان بداوا يسخروا منه على انه حساله ومش قد كلمته، ولكن معلمه بيقول له انسى الاتفاق اللي عملته. الواد فعلا بيرمي كلامه وهجم على زنجي ولكن بيقدر يفاديها. بيقول له كده هجمتك الرابعه، لا ال70 ال90 ال100، اما انت عيل فاضي يلا بصحيح. ضم عطاله واحد ريحه مكانه، والواد بيخاف اكتر وبيقول انا بستسلم يا عمي. تيان بقى كان شايف قتاله وما كانش مصدق قوته عن اخر مره شافها فيها. بينما على الناحيه الثانيه زنجي بيكون قاعد مستني دوره. معلمه بيقول له المره دي اللي قصادك هو هاي مينج، لو حسيت الوضع سيء استسلم. فبيقول له ما تقلقش انت. وهاي بعدها بيستفزه وبيقول له انت جاي ليه يلا؟ اديك شفت انا عملت ايه في اقوى طالب عندكم. زنجي بقى بيستفزه وبيقول له انت حساله ضعيف مالكش اي لازمه. هاي بيتعصب منه جامد وبيقول له طب تعالى لي. بيستخدم اول تشكيله وبيهجم بيها عليه، ولكن لما زنجي حاول يكسرها ما عرفش وده اللي صدمه. هاي بيقول له انت عاوز تكسر تقنيتي بالسهوله ديت؟ انت غبي فعلا. ولكن زنجي بقى بيستخدم كريستالة اليشم وضربه ورا الثانيه حطم العالم يا صديقي. هاي اتصدم مكانه. بيقول له لا كده كتير قوي. بيستدعى كل اعلامه وبيحاصر بها زنجي هنا، والمعلم ده اتصدم من قدره هاي على استدعائه للتشكيلات دي كلها. بيقول ما تخيلتش ان في تلميذ يقدر يستخدم تشكيله النيران السماويه. نرجع بقى لهاي واللي بيقول لزنجا انا كنت بفكر استخدم التشكيله دي قدام طلاب النخبه، ولكن بقى انت اللي جبته لنفسك. بالفعل حبسه جوه التشكيله والمعلم وين كان خايف عليه جدا. بينما بقى زنجي بيلاقي نفسه وسط حمم بركانيه وهو ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل. هاي بعدها بيقول له يلا يا بطل
بتتعامل، وحوش صخريه بتظهر، وزانج بقى ما كانش فاهم دول حقيقه ولا خيال، واول وحش بيهجم عليه بيدمره، وهنا كانت المفاجاه. هاي بيتاثر باي وحش زانج بيقتله. الواد طبعا بيستغل الوضع وبيخلص على كل الوحوش الموجوده، وهاي بقى ما بيسكتش وبيولع في المكان، وكان مفكره انتهى، ولكن ده عندها يلا. زانج بيخرج ساعتها ولا كانه حصل له اي حاجه، وهاي بقى ما كانش متقبل اللي بيحصل وبيكثف الهجوم اكتر، بيقول له يا انت بس. حرفيا زانج شغال طحن ولا شغله. الواد ما بيقدرش يستحمل اكتر وبيفجر المكان بالكامل على امل انه يموت، ولكن صدمه بكل المقاييس. زانج بيخرج وبيقول له استعد علشان هو ده دوري. هاي اتصدم وقال مستحيل ده يبقى في المستوى السماوي التاني، بس لا، لو كده كان الحكام عرفوه من الاول. بيهجم بعدها عليه بنسخ الظل بتاعته، ولكن زانج بيهجم على الجسد الرئيسي وبوم. احلى مسا عليك. في نفس الاثناء ديت زيان كان قاعد وعمال يدعي ان زانج يفوز، وبيقول يا زانج لو ما فزتش فانا هشيل عبء خذلان قمتي طول حياتي. ووقتها المعلم ده بيقول له هاي وصل لتصنيف الماء الاوائل فانا هدربه بنفسي. المعلمه بتقول له هو شرف عظيم وكل حاجه، ولكن هاي ركز على التشكيلات وما اداش الفنون القتاليه حقها. بيقول لها هنرفع مستواه فيها ما فيش اي مشكله. في الوقت ده بيتم الغاء التشكيله والكل بقى مستنظر هاي، ولكن بيلاقوه مفروش على الارض قدام زانج. هاي بيبقى لسه هيستسلم ولكن زانج بيضربه. الواد بيقول له المعركه انتهت انت بتعمل ايه؟ فبيقول له انت لسه ما استسلمتش يبقى المعركه مستمره. بينزل عليه بكل غباء وزيان كان في قمه سعادته، بس المعلمه دي بتقول له هاي خسر يبقى القتال انتهى. بيقول لها ايوه بقى ليك صد دلوقتي، كنت فين لما الحقار ده اعتدى على صاحبي؟ بتقول له سيبها علشان ده طالب من قمه جيت شانج. وزانج بيقول لها ايوه المفروض اخاف يعني ولا ايه؟ بتقول له ما تشوفش نفسك يلا، لسه عندنا طلاب اقوياء جدا وهوصيهم على القمه بتاعتك. زانج بيدوس على وش هاي بكل عصبيه وبيقول لها انت فاكره نفسك مين؟ اديني مستنيكوا لو كان فيكوا راجل واحد. بس بقى رئيس العشيره ما كانش مصدق ان زانج عنده قوه زي ديت، وفي الوقت ده بقى كان هو رقم واحد في القمه بتاعته. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ وهل زانج هيقدر يفوز في المسابقه ديت ويخلي قمته في انظار السماء؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الثاني من الموسم الثاني. وبس كده يا بطل، لحد هنا بينتهي الفيديو بتاعنا. ما تنساش بقى تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويلا يا عم سلام سلام سلام.